أردت في خطاباتي السابقة أن أذكركم بأهمية العمل على تجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة من أجل زيادة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم وتسهيل مصالحهم، لا سيما أن حجم التحديات التي نواجهها والأخطار التي تحيط بنا تجعل التعاون ضرورة ملحة وواجبا حتميا واستحقاقا وطنيا. إن ثقتي وثقة أهل الكويت بكم كبيرة، ولا شك بأنكم حريصون على الارتقاء لحجم تلك التحديات وتأمين متطلبات ومواجهاتها وتجاوزها بإذن الله، والعمل من أجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها وتلبية آمال وطموحات أهلها الأوفياء. تعتبر دولة الكويت من الدول التي تسعى دائما إلى نشر السلام في شتى أنحاء العالم على مر التاريخ، وذلك من خلال السياسة الحكيمة للدولة، وتظهر ملامح الحنكة الدبلوماسية في هذا التعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع. في دور انعقاد هذا أو في هذا المجلس في ميزة في آخر 10 سنين في الكويت، هو أمير البلاد الشيخ صباح، فالتناغم مع السلطة في العمل الدبلوماسي بوجود قيادة مثل الشيخ صباح تثبت مستوى الكويت الدبلوماسي والدولي، وإثبات على الدور المؤتمرات الدولية اللي حصلت في الكويت وصار لها مستوى كبير وأصبحت تلفت نظر العالم. يعني آخرها الآن اليمن. رئيس اتحاد البرلمان العربي اللي هو رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم كان له كثير من الإنجازات في هذا المنصب لمدة 3 سنوات، وآخرها اللي حصل على تكريم من التكريم الأخير اللي حصل عليه بسبب هذه الإنجازات. أيضا نحن في البرلمان العربي عندنا كثير من الأمور اللي قمنا فيها، خاصة في البرلمان العربي ما يتعلق في اللائحة الداخلية للبرلمان العربي ووضع قواعد أساسية للعمل البرلماني الصحيح. يأتي على رأس المؤسسات التي تنهض بالفعل الدبلوماسي مجلس الأمة، الذي شهد تحت رئاسة معالي مرزوق عادل غانم حركة دبلوماسية برلمانية تجسدت في زيارات إلى مختلف عواصم صنع القرار من أجل تحقيق غايات التكامل الدبلوماسي بين مجلس الأمة ووزارة الخارجية. أعلنها بوضوح جلي: لن نترك لبنان وحيدا. ويوم غد إن شاء الله في لقائي مع دولة الرئيس بري أيضا هناك رسائل على المستوى الشعبي وعلى الحكومي، وأيضا هناك رسالة يحملها مستشار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، اللي كان حريص أيضا حتى قبل زيارتنا على أن يتلمس الجميع الواقع الفعلي داخل هذه المخيمات. الدبلوماسية البرلمانية أسهمت في تحقيق المصالح العليا للكويت من خلال شبكة علاقات نسجها مجلس الأمة مع مختلف البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة. كان لي دور في وفد الصداقة الكويتي التشيكي اللي كنت أنا أحد أعضائه. في أحد الأيام كان هناك هذه حادثة، كان هناك مظاهرات في التشيك ضد المسلمين بشكل عام، فكان لنا تدخل نحن كوفد أثناء هذه الفترة، وقدرنا أن نحتوي هذا الأمر مع المسؤولين في التشيك. وللقضية الفلسطينية شأن خاص للدبلوماسية البرلمانية الكويتية، فهي أم القضايا التي ترافع عنها الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في كل محفل دولي. وملحمة البرلمان الدولي في جنيف أكبر شاهد على الالتزام البرلماني الكويتي بالدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية. دور اللجنة الخارجية مع الإخوان الزملاء في لجنة الصداقة حلت كثير من المشاكل الجانبية التي يستطيعون أن يعملون فيها. يمكن في آخرها رئيس المجلس في تبنيه لمواجهة السلطة الإسرائيلية
والنظام الإسرائيلي والكنيسة الإسرائيلية. أنا أعتقد إحنا لن يشرفنا كعرب ولا تشرفنا حتى العضوية في الاتحاد البرلماني الدولي إن لم ننجح في تحقيق عمل يكون له صدى. ولا يوجد عمل بالنسبة لنا كبرلمانيين وكأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي غير محاولة طرد إسرائيل والكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي. على العالم أن يبعث برسالة واضحة وجلية مفادها أن الشرعية الدولية قائمة وذات مخالف، وأن بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي أن يوقف آلة القتل الإسرائيلية. عدا ذلك نحن نمضي إلى المجهول، إلى المناطق الموحشة، ونحن نهيئ الأرض لتسود البدائل التي لا أحد يعلم إلى أين ستمضي بنا. أن الجرائم الإسرائيلية التي تمارس يوميا ضد الإنسان والمقدسات والأرض في فلسطين المحتلة قتلا وتهويدا وتشريدا هي التي تغذي الاضطراب والإرهاب في المنطقة. ونؤكد في هذا الصدد أنه مهما تبجج ممثلو الكيان الصهيوني بأن يتهمونا بمعاداة السامية، فإنني أجدد التوضيح بما لا يدع مجالا للشك إننا لسنا ضد اليهودية كدين مصدره واحد وقيمه تتفاعل مع باقي الديانات الكبرى الإسلام والمسيحية وغيرها. أقولها بجلاء ووضوح: نحن نعارض الصهيونية المرادفة في عرفنا وتجربتنا للعنصرية المقيتة. البعد الخليجي له في الأدبيات الدبلوماسية لمجلس الأمة لغة ومنهج وقف بالحزم والحسم في بغداد تضامنا وتعاضدا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. قبل أن أبدأ بكلمتي أود حقيقة أن أوضح بأننا حضرنا هنا لنتعاون ونتعاضد ونقرب من وجهات النظر، وأنا أسجل اعتراضي على ما جاء بكلمة الدكتور علي لارجاني فيما يتعلق بما حدث في المملكة العربية السعودية، وأعتبره تدخلاً في شؤون المملكة العربية السعودية. وإذا كانت المملكة غير موجودة في هذا الاجتماع فأنا شخصياً والوفد الكويتي نمثل المملكة العربية السعودية. الدبلوماسية البرلمانية الكويتية تتألق في فضاء العمل الدبلوماسي للدولة، والتي أرسى قواعدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.